السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نشارك معكم الشنيك بطريقتي. عندي كاس ديال المدافي، قطعه ديال الخمارات الخبز، معلقه ديال العسل، كاس ديال الزيت، كاس العنبه، جوج البيضات، وحده صحيحه وواحد غير البياض، كاس ونص ديال الحليب ديال الكركاع لان هذا الشنيك غادي ندخلو فيه الكركاع، بكاس العنبه، قليل من الفاني ليكيد، كيلو ديال الطحين وخمارات الحلويات. نجمعوا العجينه وما نخليوهاش تتخمر، من بعد نقسموها على قطعتين ونبسطوها مزيان ولا نورقوها ونجمعوها على 4 بالزبده ديال الحيوانيه، ماشي ماغارين، ماشي نباتيه، ماشي، تكون حيوانيه الزبده باش يطلع لكم الشنيك زوين بزاف وبنين. هنا جمعتها على 4 ووليت طلقتها مزيان بالمدلك. والسر اللي يجي زوين هو هاد الكريمه اللي تواتى مع الكركاع، هذه كابيو دي انخيل. هاد الشنو كيجي عامر، يجي زوين، يجي يا سلام. هنا فاش درت الكريمه سرحتها مزيان بحالو بحال الشنيك العادي اللي نديروه بالكونفيتير والزبيب ولا الشوكولات. وهنا نقطعوها بهذا البلاستيك على ما اظن كلشي راه يعرف هاد كيفاش نقطعوهم. وهنا فاش طلعوا مزيان دهنتهم بصفار البيض، وفاش خرجوا من الفران واحد المقطع مشالي دهنتهم بالكونفيتير ديال المشماش. دائما ركزوا على الكونفيتير ديال المشماش هذاك الخفيف، وزوقتهم شويه باللوز ايفيلي اللي حمرته، ولا كنتو درتوهم نقول لكم بالصحه والراحه.